صباح الخير البنات، كيراكم دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي داير احوالكم؟ كلشي بخير الحمد لله. اليوم كما راكم تشوفوا الوصفه تاع اليوم اللي غادي نديرها، غادي ندير لي كيش، ولا انا غادي نديرهم على شكل طارطوليت، يعني غنديرهم مدورين. المهم انا اللي غادي نبدا معكم بالعجينه. العجينه انا غادي نديرها كشغل على شكل بات صابلي، مالح، بات صابلي شغل مالحه. كما راكم تشوفوا هنايا راه عندي 125 غرام تاع دهان، 125 غرام دهان. غادي نزيد معاه ماشي نص، قل من نص كاس تاع زيت كما راكم تشوفوا. عندي نص كاس تاع ماء كما راكم تشوفوا، ونزيدوا معاهم شويه ملح. كما قلت لكم هادو غادي يجونا مالحين. انا غادي نستعمل البرا الميكسور. واللي تبغي تستعمل الباتور ثاني الدراب هذاك الالكتريك تستعمله. انا ما نبغيش نستعمله ما يقعدش يطير لي، وراكم عارفين هذا يبقى غير في بلاصه حتى تحصلنا على هذا النتيجه اللي راكم تشوفوا فيها. شوفوا البنات، يجي يولي اللون تاعه ابيض تقريبا، شوفوا فيه، وتخلط الزيت مع الحليب مع كلش. ودروك كما راكم تشوفوا غادي نبدا نلم كلش بالفرينه. هاي وين الفرينه حدايا، شوفوا نديروا كميه تاع فرينه هي الاولى. وشوفوا هنايا راه عندي لا ليفور البنات. انا باغي ندير ماشي نقول لكم غير حاجه خفيفه، غير غير يعني ما واصلاش نص مغرف من الصغار، ما واصلاش. ونلم هذا الخليط مع بعض البعض. حتى نتحصلوا على هذه العجينه اللي كنتم تشوفوا فيها. شوفوا البنات طريه بزاف. انا دروك غادي نخليها غير شويه تريح، نخليها واحد ربع ساعه نص ساعه كاع ونبدا نستعملها. حاجه واحده اخرى، انايا ما غاديش كيما نديرو كالعاده نقطعوها كطرف ونبداو نعمروا في هذوك الليمون اللي عندي، على خاطر الليمون اللي عندي باك نوريهم لكم. شوفوا انا الليمون اللي عندي كي دايرين، شوفوا فيهم البنات يجوا متقوبين، ونجيبوا الدويره تاعهم ونحطوها فيهم. على داك الشيء ضروري نحل العجينه ونقطع الفورمه تاع هذا ونحط ديريكت باش هذا ما يهربليش. فهمتوا البنات؟ وهانتوما معايا وغادي تتبعوا وتشوفوا. كما راكم تشوفوا البنات، انا عندي العجينه بعد ما ريحت زادت طرات ورتخات اكثر واكثر. انا هنا كما قلت لكم غادي نضطر نواسيها، غادي نضطر نحلها بالرولو باش ندير دوائر ونحط ديريكت. كما راكم تشوفوا غادي نبدا نقطع، ندير واحد الدائره هاك. عندي هاد الليمون تاعي ها هما وين كما راكم تشوفوا. نبدو هاد الدائره نحاولوا نحطوها ديريكت في الوسط. كما قلت لكم انا اللي غابني ان الليمون تاعي مواسين، المول تاعي محلول من تحت. يعني صراحه انا شريتهم هكا وندمت عليهم صراحه، ربي ما ننصحش اي واحد يشريهم بهذه الطريقه بهذا الشكل. وهنا شوفوا هنا نضغطوا شويه عند هذه الاطراف باش يدوا الفورمه تاع هذا المول، ونقلعوا الزوائد كما راكم تشوفوا. اي زوائد نقلعوه كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. ونخلوهم على جهه ونزيدوا نديروا واحده اخرى ثاني. نشوفوا كما تشوفوا هاي الدائره تاع حدثها في الوسط. نردوا العجينه ونحاولوا ندخلوها في الوسط مباشره ديريكت كما راكم تشوفوا. وهنا نضغطوا عليها باش كاع تدخل في الاطراف وكاع في كما راكم تشوفوا.
هاي ندركوا عليها منا هكا في هذا الحواف اللي منا، ونزيدو نضغطوا عليها منا باش تدي الفورمه تاع هذاك الزقزاق اللي يكون كاين تاع القوالب، ومنا نضغطوا نقلعوا كاع الزيت كما راكم تشوفوا. بهذا الشكل تنحصلوا على هذا كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا هما وين لي كيش تاوعي. شوفوا البنات كي طاروا لي بالخفوف، ما نبقى غير هاد الحديده واحده هاد اللي هنا. المهم نقدر نقلعها باسكو راني بيد وحده، راكم بعد نقلعها ونوريها لكم. شوفوا غير نوخر راهي طايرين، ها بقيتهم هاك ومن بعد نعمرهم كلشي طايب تقريبا، ونعاودو ندخلوهم ثاني للكوشه باش يواسوا. البنات وراهم هشيشين باسكو لاباط تاع صابلي تقريبا كما راكم تشوفوا. وكما راكم تشوفوا ثاني لا كان شفتوا هذا التقيبات، انا بالفرشيطه تقبت كلش من الوسط ومن الحواشي باش ما ديرليش هكا، ما تنتفخليش من الوسط، فهمتوني؟ باش ما يديروش الكرش كما نقولوا حنا. شوف كلشي تقبته، وها نقلبها قدامكم نقلعها. شوف كيف تطير وراهم حامين البنات مش قادره نمسهم. المهم حتى نوخر لهم هاد الحديدات ونوريهم لكم. وها نتوما معايا. ودروك البنات كما راكم تشوفوا هما اللي كيش تاعي راهم واجدين طايبين كلش. ودروك انا غادي ندير لهم العماره تاعهم. العماره تاعهم كما راكم تشوفوا درت 2 بيضات، 5 حبات هكا قطع تاع فرماج، اي فرماج عندكم. درت غير شويه ملح وشويه حرور. ودروك هنا بغيت نضربهم بالضراب هذا باش كل شيء يتخلط لي مع بعض ما يقعدليش الفرماج حبات هكا كعارفين. كي راكم تشوفوا بعد ما خلطناهم كاع مليح، انا هنا غادي نزيد حوالي شنو نقول لكم 4 مغارف تاع حليب. غادي نكثر غير شويه حليب زدت معاهم ونستمر في الخلط كاع. كما راكم تشوفوا ها هو الخليط تاعي. دروك انا غادي ندير على جهه، وكي نبدا نعمر نوريكم كي غادي نديره. كما راكم تشوفوا البنات دروك انا بغيت نبدا نعمر لي كيش تاوعي، وراني وجدت كاع داكشي اللي باغي نعمر بهم. كما راكم تشوفوا هنا عندي بصل راني قليته، وعندي هنا شويه تاع الدجاج هكا طايب وفتته، عندي هنا حبه تاع زيتون. هذا الزيتون ما فيش العلفه، هاو خاوي ما فيش العلفه. وعندي هنا فرماج مربي، وبطبيعه الحال داك الخليط اللي درناه. وها نتوما معايا وتشوفوني كي غادي ندير. وهنا كما راكم تشوفوا انا نحاول نرفد لكم شويه باش تشوفوا مليح. شوفوا انا ندير غير شويه تاع بصل من تحت ما نكثرش، شويه بصل. البصل راكم عارفين كي ينقلاو كاع يولي حلو. ندير عليه كما راكم تشوفوها غير طرف تاع الدجاج. هنايا اللي ما يبغيش الدجاج ولا ما يبغيش يدير الطون مثلا، يعني كما بغيتو نتوما. ودروك نجيبو داك الخليط اللي درناه كما راكم تشوفوا نفرغ كاع عليه كما راكم تشوفوا هكا. ندير فيها حبه زيتون ونخليها على جهه. نعاودو واحده اخرى كما راكم تشوفوا. نجيبو شويه عماره شويه عماره شويه بصل كما راكم شفتوا. نديرو عليه شويه تاع دجاج كما راكم تشوفوا.
ونديرو هنا من داك الخليط اللي عندنا. نغطو كاع هذا هكاك شغل، نحاولوا نواسيو نغطوه كيما راكم تشوفوا. ها هنا ونحطه على جهه ونخليه تاني هو حتى الوقت اللي المهم نشعلوا الكوشه حاميه وندخلوهم نخليهم يطيبوا على هكا. تقريبا كلشي راه طايب. انا ما خصنيش نطيب، انا خصني غير شويه هاد لاصوص اللي راني ندير فيها دروك هي اللي تشوف مع اللي فيها البيض، والبيض بالخف غادي يجمد، والفرماج ثاني غادي يذوب. البنات نسيت حاجه ثاني ما درتهاش، فكروني البنات فكروني، اللهم اني امرئ صائم. صراحه انا بعض المرات ننسى. نعاود نوريكم الخطوه اللي درتها، اللي ما نسيت ما وريتها لكمش هو الفرماج. انا نبغي فرماج من فوق كيما راكم تشوفوا. هاي ندير غير شويه فرماج ونحط حبه تاع زيتون من فوق كيما هاك ونخليها. حتى الحبات اللي درتهم اللي فاتوا غادي نعاود ندير لهم شويه فرماج باسكو ما درت لهمش كيما راكم تشوفوا هاك. ونعاود نرد لها زيتون تاعه كيما راكم تشوفوا. نرجع الحبه الاخرى تاني، كنت درت معكم 3 ونرد الزيتونه وهكذا. ونستمر بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. العماره البنات تقيدوليش باي حاجه اللي عندكم عمروا بها، يعني شنو نقول لكم كله على حساب مقدوره باللي عنده. عندكم الطون ديروا الطون، مانيش عارفه تبغوا تعمروا حاجه اخرى ثاني شنو نقول لكم، يعني كلها ويدير على حساب جيبها، على حساب ما عنده، على حساب اللي بغى يدير كفته لحم مرحي ثاني طيبوه وواسوه كما راكم تشوفوا هاك. ندير له شويه كما راكم تشوفوا تاع فرماج، حبه زيتون ونحطها ثاني على جهه. وفي النهايه كما راكم تشوفوها مالكيش تاعي واجدين البنات، جاو طريين، جاو بنان، جاو ماشي طراوه غير في اللي نمثلكم فيه، حتى في لاباط جات طريه صراحه، جا رائع كما راكم تشوفوا. المهم البنات اللي كيش عندهم بزاف طرق كلها وبالطريقه اللي بغى يديرها، انا اليوم اختاريت نديرهم لاباط صابلي يجوا رائعين. نتمنى البنات تجربوهم، نتمنى تعطوني تعليقاتكم، نتمنى ديروا لي لايكات، ومرحبا باللي انضم الى قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله.